في سلاح قوي جدا. السلاح ده للأسف مش واخد حقه. وللأسف ناس كتيرة جدا مش واخدة بالها منه. وللأسف الناس مركزة مع المعطيات اللي حوالينا بس، مع ان الناس لو استخدمت السلاح ده فعلا، السلاح ده أقوى من أي حاجة حوالينا. السلاح ده هو اليقين. أيوة، اليقين. هقول لكم بس على آية واحدة هتشرح المعنى ده اللي أنا عايزة أقوله. في آية في سورة آل عمران بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. أعتقد الآية شرح نفسها. لما يتقال حوالينا إن الدنيا غالية قوي، أو إن في حوالينا حروب كتير، أو ان في قوة خفية بتحاول تتحكم في العالم، وده بقى اللي انا عايزة اتكلم فيه دلوقتي. يعني ان في قوة او في كائنات ظلامية او ودي فعلا موجودة على فكرة، يعني مش خرافات. اما يتقال ان كل ده بيحصل حوالينا، احنا مش المفروض ان احنا نخاف، لان هو ده غرضهم الاساسي. غرضهم الاساسي ان هم يخوفونا. هو ده، هم عايشين على الطاقة السلبية وعايشين على زرع طاقة الخوف. هتلاقوا ان كل حاجة بتحصل دلوقتي هدفها الاساسي هو زرع الخوف في الناس. اما يقولك في جفاف هيحصل، او في نقص ميه، او في نقص موارد، او في ايا كان، او تغير مناخي، معرفش ايه، كل الكلام ده هدفه نشر طاقة سلبية ويجعل الناس يحسوا بالعجز، ويحسوا ان هم يعني خلاص الموضوع خرج عن ايديهم، وان هم يبقوا قاعدين بس مستقبلين لأي حاجة هتحصل وخلاص. ويعني ايه، قاعدين لا حول لهم ولا قوة. هو ده هدفهم الأساسي. انا عايزه اقول لكم ان رايي وتقديري ان مفيش حاجه اسمها تغير مناخي، وان كل الحاجات اللي بتحصل دي حاجات مفتعله. وتركيزهم الشديد على قمه المناخ والتغير المناخي والكلام الفاضي ده، كل ده علشان اي حاجه تحصل يقول لك ده تغير مناخي، ده المحاصيل باظت اصلا تغير مناخي، ده جفاف حصل اصله تغير مناخي. تمام، مع ان الكلام ده ما كانش بيحصل قبل كده وما كانش فيه الكلام ده. كل ده كلام مفتعل، او كل ده حاجات مفتعله زي الزلازل يعني زي الزلازل والحوادث الطبيعيه، او اللي هي بيقال انها طبيعيه بس هي حاجات مفتعله. احنا دورنا ايه بقى؟ انا بقول لكم اليقين هو ده السلاح اللي احنا مش بنستخدمه. اليقين ان في اله للكون، اله واحد بس هو المتحكم. ان الكائنات دي او الكائنات دي مهما حاولت تسيطر على العالم فهي تخضع برضو لاله الكون. مش هيعملوا حاجه غير باذن ربنا. هم خاضعين لربنا. ربنا هو برضو اللي مسيطر عليهم ومتحكم فيهم، مهما تصوروا او مهما يعني تخيلوا ان هم هيقدروا يسيطروا على العالم بقيادة اللعين. مهما هم تصوروا كده فهم برضو خاضعين لإرادة ربنا عز وجل. احنا بس لو آمنا من جوانا وأيقنا ان احنا تابعين لربنا بس، محدش في الكون هيقدر يسيطر علينا. حتى لو هم حطوا فيروسات، حتى لو هم زرعوا ايه، حتى لو عملوا تلقيحات ايه، حتى لو عملوا ايه، لو احنا ايقنا من داخلنا ان احنا تابعين لربنا بس، وان مفيش حاجه في الكون تقدر تاذينا، محدش هيقدر ياذينا. ده اللي انا عايزه اقوله لكم. لان المرحله الجايه هم دلوقتي يعني برضو بقى ايه، هيرجعوا تاني لموضوع الفيروسات، ويرجعوا تاني لموضوع اللقاحات، ويحاولوا يوهموا الناس في الميديا، لان الميديا اصلا هم مسيطرين عليها. معظم يعني 99.9% من الاخبار اللي بتتقال تبقى مقصوده علشان زرع الخوف في الناس. فهم تاني عايزين يرجعوا يخوفوا الناس بالامراض والحاجات اللي هتحصل. فاحنا عايزين لان ده بيأثر على المناعه. على فكره الاخبار السلبيه والطاقه السلبيه بتأثر على المناعه. ولما المناعه بتنزل اي حاجه تقدر تخش في الانسان. فاحنا لو ايقنا ان كل كلام، او ما نحاولش ان احنا ندي ودنا للحاجات دي اصلا، ما تحاولوش ان انتوا تدوا ودانكم للاخبار السلبيه. فاحنا لو ايقنا من داخلنا ان احنا تابعين لاله واحد بس ومصدر واحد في الكون، مفيش حاجه في الكون هتقدر تخترقنا.